ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في اولى حلقات سلسله من احد الفاشلين الى كل الناجحين. الحقيقه الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده ممكن يبان ان هو قصه بسيطه جدا، لا دور راح من ممثل لممثل، بس انا شايفه ان هي حاجه ليها دلاله عميقه. الوسط الفني عاده ما بيكون انعكاس للمجتمع، وانا شايفه ان دلاله القصه دي تخليها افتتاحيه مناسبه جدا لسلسله الحلقات دي. طبعا كلنا عارفين ان اغلب المسلسلات الاجنبيه اللي احنا بنحبها، سواء مثلا فريندز، جريز اناتومي، ديسبريت هاوس وايفز، بالذات مرحله ما قبل نتفليكس، يعني كان ابطالها مش معروفين خالص قبل المسلسلات دي، والمسلسل هو اللي يديهم الفرصه ويحولهم لنجوم. يعني اللي عملته كامله ابو ذكري في ب100 وش ده بره الديفولت العادي، ان انت بتدور على المواهب وتديهم فرص كبيره. فالسؤال المهم، هم بيوصلوا لهم ازاي؟ في كل مسلسل او فيلم بيبقى فيه حد اسمه الكاستنج دايركتور، ده بتبقى شغلته ان هو يختار الناس بالتنسيق مع الاخراج والانتاج طبعا. ففي الدور اللي احنا بنتكلم عنه النهارده بيعلن الكاستنج دايركتور لمسلسل اي ار ان هم بيدوروا على شاب في حدود سن 23 سنه بالكتير علشان يعمل دور دكتور جون كارتر، طالب في السنه النهائيه لكليه الطب. هنا بقى بيجي دور الايجنت او وكيل الاعمال، وده بيتولى كل حاجه في حياه الممثل، وبالذات لو ممثل صغير بتبقى شغلته الاساسيه ان هو يتشقلب وينشن له على الدور المناسب اللي يبين امكانياته، ويحجز له اوديشن او حاجه زي بروفا كده او تجربه اداء علشان يختبروه ويشوفوا هينفع للدور ولا لا. بتصفصف الاوديشنز او تجارب الاداء لدكتور جون كارتر على اتنين، نوا وايلي واللي حصل بالفعل على الدور في الاخر، ورافائيل سباج واللي ما بقاش بطل من ابطال المسلسل بس هو بطل حلقتنا النهارده. تلف السنين وتدور بقى والمسلسل يكسر الدنيا، وفي احدى سفريات نوا وايلي على الطياره بتيجي ركوبته لزم جنب مين؟ رافائيل سباج اللي كان مقدم معاه على الدور، بعد ما كان نوا وايلي اتنقل نقله تانية خالص بقى، نجوميه وفلوس وكل حاجه. طبعا الموقف يعني محرج شويه يعني، فرافائيل سباج بيقول لنوا وايلي يعني انا مش عايزك تتضايق لان انا بذلت مجهود علشان ما اكرهكش. فالجمله دي تعتبر البطل الفعلي للحلقه دي، لان هي استوقفتني جدا. كون ان هو يغير منه ده عادي، يعني احنا بني ادمين، بس السؤال هو ليه بيبذل مجهود علشان ما يغيرش منه او علشان ما يكرهوش؟ ليه بيحاول يسيطر على المشاعر السيئه اللي جواه؟ ما تكرهه عادي، هو كان من بقيه عيلتك يعني، ولا حتى تكرهه وما تقولوش الكلمتين دول وتحاول تاخد رقمه علشان يظبطك؟ الاجابه ببساطه ان نوا وايلي حصل على الفرصه بالطريق الطبيعي، يعني ولا كان ليه بقى اب ممثل ولا خال منتج ولا اي حاجه من دي. احنا الاثنين اخدنا نفس الفرصه بالتساوي، وبالتالي حتى لو كان متضايق فالراجل ما ظلموش، يكرهه فعلا ليه؟ فاحد اعظم مميزات مبدأ تكافؤ الفرص مش بس ان انت بتخلق مجتمع كفء، لكن كمان ان انت بتخلق ناس قدر المستطاع اسوياء نفسيا، ما بيكرهوش بالساهل، ما بيفرحوش لوقوع بعض. الفرصة يا جماعة بنت جميلة راكبة عجلة ببدال. وانا طالبة في كلية الاعلام كنت باخد كورس تقديم تلفزيوني كان اللي بيقدمه لنا معتز الدمرداش، وكان من ضمن البنات اللي معانا خريجة دفعة قديمة شوية وكانت بتشتغل في خدمة عملاء موبينيل. فافتكر كويس قوي لما قالت لمعتز الدمرداش انا نفسي اعرف بس ميعاد اختبار المذيعات امتى واقدم واسقط، حتى لو هيتقال انت ما تنفعيش، بس احس ان انا خدت فرصه، انا كده متعلقه. اقصر الطرق اني ابرز اوحش ما في الناس اني احسسهم ان مفيش امل، ان مفيش عداله في توزيع الفرص. احساس ان انا كنت اقدر ابقى حاجه تانية خالص لو اخدت فرصه غيري بياخدها بشكل غير مفهوم وغير مستحق، ده اقصر طريق لنشر العدوانيه بين الناس. علميا حتى في تجربه مشهوره ان هما بيجيبوا 2 قرود وبيحدفوا للاثنين خيار، وبعدين بيبتدوا يميزوا واحد على التاني ويحدفوا له عنب. لا اراديا القرد اللي بيتحدف له خيار بيبتدي في الاول يحدفه تاني في وشهم، وبعد كده بيحاول يكسر القفص. فالقرد لما حس بفكره اشمعنى بقى عدواني، فما بالك بقى ببني ادم؟ يعني في جهد مبذول وفي تقدير مادي ومعنوي ومستقبل على المحك. كمان في كام لقطه جمال جدا، مثلا رافائيل سبارج ما حاولش ان هو ياخد رقم نوا وايلي ويقول له النبي شوف اخوك بقى باي حاجه، وبعد كده ما يردش عليه فيدخل يشتمه على النت، علشان هو عارف ان نوا وايلي ما يمتلكش السلطه دي اساسا. الادوار بتتوزع وفقا للسيستم اللي اتكلمنا عنه ده، ومفيش حد يقدر يحيد عنه. فميزه تانية من مميزات تكافؤ الفرص انها بتخلق ناس عزيزه النفس، هو مش مضطر ان هو يهين نفسه ولا يتمحلس لحد، ولا تقعد تسمع كتير عند الاجانب كلام من نوعيه ان الدنيا بقت وحشه والناس ما بقتش تساعد بعضها وبتاع، لان هو مين اللي بيعتمد على جهده. Just 6 months ago we weren't even sure if we were going to have a job after Christmas.
but thanks to all of you for making ER such an extraordinary experience. كمان لقطة حلوة جدا ان الابطال دول على الرغم من ان لحد الحلقة الاولى من المسلسلات دي ما بيبقاش في اي بني ادم يعرفهم، الا ان هم وانس ان الحلقة البايلوت او الحلقة الاولى اتذاعت وبان ان هم خلاص نجحوا وبينوا كرامة، بتتعمل لهم عقود بعشرات الملايين. ما بيقولوا لهمش مثلا ايه هتعملي فيها الباتشينو يا ابني، ما تحمد ربنا ان انا قدمتك اساسا للناس وبتاع، لان ده مجتمع فلسفته ان هو الطبيعي ان هو بيدي فرص للناس، هو مش بيمن عليه، هو لازم يكسبه زي ما كسب هو. في المقابل احنا عندنا في مصر مواهب فذة على رأسها خالد صالح الله يرحمه، اشتهروا في اواخر الاربعينات او على مشارف ال50، فده يبين لك الفرق بين مجتمع ومجتمع. علشان كده انا بقول لك الحكايه مش حكايه توزيع ادوار. هل معنى كلامي ده ان الناس دول ما عندهمش ظلم اطلاقا؟ يعني لا، العداله الكامله هتبقى في الجنه بس ان شاء الله يعني. واكيد في ناس بتتظلم وناس ما بتاخدش حقها، حتى الابطال اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي هم الطرف المنتصر في القصه، ما دول برضو بيتعرضوا بشكل او باخر للظلم. يعني وانس ان المسلسل بتاعهم انتهى لو تاخدوا بالكم ما بيمثلوش تاني. بتوع اي ار وبتوع فريندز كل دول كاريرهم بينتهي لان الرأسمالية بتعاملهم معاملة لعيب الكرة المعتزل، ما بيمثلش تاني على الرغم من انهم بيبقوا صغيرين وعندهم اللي يقدموه. لو عندكم فضول تعرفوا نهاية قصة رافائيل سبارج، فللاسف هو فشل ان هو يحقق حلمه ان هو يبقى ممثل مشهور لحد النهارده. واكيد يعني الراجل حاسس بالمرارة، ومنين ما بيتعادي اي ار بيقعد يقول ياه لو كنت خدت الفرصة دي. بس هو ما فشلش يبقى بني ادم عنده جمعيته الخيريه وبيجاهد نفسه علشان ما يكرهش الناس. كان دايما في المسلسلات اللي بتتكلم عن النكسه بيبقى احساسهم بالحرقه والمراره راجع مش ان هم اتهزموا، ولكن ان هم حاسين انهم اتاخدوا على اخوانا، ما خدوش الفرصه ان هم يدافعوا عن نفسهم. فاحنا النكسه بتاعت جيلنا ان كتير من الناس حاسين ان هم اتاخدوا على اخوانا، ما خدوش الفرصه من اساسه، ودي نكسه لا تقل خطوره عن النكسه الاولى اللي المجتمع قدر ان هو يتغلب عليها لان هو كان قوي بما فيه الكفايه. شكرا يا جماعه، يا ريت ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير، ومستنيه اراكم في الكومنتس. شكرا.